انا غادي تنوض بين القجع والركراكي من بعد هذا الشيء اللي قال خالد ياسين. وسط النقاشات اللي كاينه دابا بخصوص الجاهزيه ديال المنتخب المغربي قبل كاس افريقيا، خرج المحلل الرياضي المغربي خالد ياسين بتصريح خلى كل شيء مصدوم في المغرب، وقال بالحرف باللي كون كان في بلاصه القجع فرا ما غاديش يتردد باش يبدل الركراكي مع السكيتيوي، يعني خلي الركراكي يمشي مع المنتخب اللي غادي يلعب كاس العرب، والسكتيوي يتكلف بالمنتخب الاول اللي غادي يلعب كاس افريقيا في المغرب. والسبب ديال هذا الشيء هو ان المستوى التكتيكي ديال السكتيوي بان باللي متفوق بزاف على الركراكي، وان الركراكي في المونديال كانت عنده خطه وحده هي الدفاع باش وصل للنصف النهائي، لكن السكيتيوي في الاولمبياد لعب بطريقه هجوميه وفرض الاسلوب ديالو على كل المنتخبات اللي لعب ضدها. وهذا الشيء خلى خالد ياسين يشوف ان السكتيوي كيعتمد على كره هجوميه منظمه، وانه يقدر يصنع شخصيه قويه للمنتخب الاولمبي في مده قصيره، بعكس الركراكي اللي خدم اكثر على التنظيم الدفاعي والصبر التكتيكي. ودابا تصريحات بحال هذه غادي تزيد تشعل النقاش وسط الجماهير، واش فعلا السكتيوي خاصو يكون مدرب ديال المنتخب الاول، او الركراكي مازال قادر يدير شي انجاز في كاس افريقيا. ودابا نتوما اللي غتردوا علينا في التعاليق وغتقولوا لنا واش سكيتيوي ولا يبقى وليد الركراكي. وتبارك الله عليكم وبارطاجيو هذا الفيديو.